طبعا هسه جاي افتح هاي البقالة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي مال 3 بيضات مال 6 بيضات لقيتهم فوق سعده فرق واحد. فرق مثلث. اللهم صل على محمد وآل محمد. هاي عندكم بعد على 3 بيضات. هاي 3 بيضات. هنا والله شنو ما عندنا شي هنا. هنا ما عندنا شي. هنا هاي البقالة مال هاي الطيارة الرصاصية. هاي بيضها قلت لكم وحدة كانت مكسورة، صورت لكم اياها بذاك الفيديو. بيها فرخ. البيضتين الباقات فحصتهن، فالافراخ ما بينحرق. كسرت البيض لقيت افراخ ميتات. اظن على اكثر سبب من الفحل، يعني الفرخ لين بعدهن صغار الفرخ ما جاي يشد قوي. وسع يفيدكم الفيديو. هاي هسه البيضتين اللي ظلت مال رصاصيه اللي قلت لكم عندكم هاي الطاره الأماي الكبيره تريد ترجع تبيض لان افراخها كلهم فطمتهن. هسه لزمت هاي البقاله، هي كانت بهاي البقاله، كانت بهاي، هسه لزمت هاي البقاله. عندكم هنا الطيره الهولنديه البيضه. طبعا هاي 3 بيضات ذبتهم بالقاع، يعني قبل هاي 2 وورا هاي 1، يعني هاي الثالثة والرابعة هم بالقاع. بس انا اشوف على اكثر البيض مالتها ما يشد. ما بفرخ البيضة مالتها ما يشد. حتى باعوا رجعت فطرت. هسه بيدي كسرتها. باعوا البياض الصفار مالتها. البيضة جامدة. ما يفلطوا يروحوا بياكلوها. باعوا البيضة مالتها جامدة. فهو على العموم كسرت هاي رابع بيضة، عم ترجع تبيض من جديد. ما اعرف شنو السبب، صوت الفحلة لو هي اصلا ما جاي يتزوجون. بس انا شفتها مرة واحدة تزوج. المشكلة يعني صار هاي 3 وجبة البيض مالتها ما جاي يشد. بعد صوت النثية بس هو النثية جاي تبيض، يعني صوت الفحلة. الفحل اللي جاي يزوج وياها اظن هذا هو، هذا الفحل جاي يزوج وياها ودا يزوج وياها هذا الفحل. والافراخ يعني ما جاي طلعان بيض، ما جاي يشد، مو حتى لا انفجار دموي ولا فرخ بده يشد وبعدين يموت. اصلا بيضه جاي يطلع فاسد. البيض مالته دا يصير الصفار مالته يجمد، يعني بيض فاسد. فعلى العموم هاي رابع بيضه كسرتها وخليها ترجع تبيض من جديد. ننتظر هاي ان شاء الله من نشوف بعد لها ايش قد تفقس. هسه هاي فقست اول فرخ والحمد لله والشكر 6 بيضات كلهم شادات. والله انا مقهور عليها والله، لان راح يصيرن 6 افراخ جوا، يعني تلحق الزق ما تلحق ما اعرف. هاي الرصاصيه همين قلت لكم كسرت البيض لان افراخ ميته المن تبقى نايمه فوقهن. قلت خليها اكسرهم ترجع تبيض من جديد احسن. وها شوفوا هاي الافراخ، هذا اخر فرخ طلعته ما شاء الله صحتهم كل زينه. هذا مع العلم يعني صغير واعتمد يعني ياكل، قام ينقر الدخن طبيعي. والفحل هم جاي يزقنا شويه. هذا اخوه، هن ذني 1 2، وهذا الهولندي الاصفر 3. بعدين الرابع. هذا الرابع، هذا الرابع. ذني 4. خلينا نشوف هاي ايش قد وصلت عندنا والله. طبعا هذا الفيديو يعني قاطع غير يوم، هذا ثاني يوم مصوراني. ما شاء الله تطلعهم في الفيديو موقف. طلع بدون حكي زايد. خلينا شوف هاي قشور 1 3 موصلة بهنا عيون حمر. بسم الله. لا ما بين لحد الان عيون حمر. هاي 3 موصلة عندنا. نشوف هاي هنا. هاي الماي بعدها ماكو شي ما مبيضة. هاي الهولندية ما مبيضة ماكو شي.
ما شدنا مهم ماكو شي. الله بالخير. طبعا البارحة شفت هذا الطير واحد من الافراخ، اخر واحد طلع شفته وجعان، فهسه صعدت له لقيته ميت، بس ما اعرف شنو السبب، ما اعرف يعني كان ياكل طبيعي ويشرب وصحته زينة، هيك فجأة البارحة بالليل واليوم مات، بس فدوى يلا عادي. هذا آخر فرخ طلع الحمد لله. شوف هاي الطيرة كم وجبة بيضت والبيض مالتها كان ما يشد، آخر شي فحصته قلت شات والحمد لله شد البيض مالتها. يعني بو عم فقس فرخ بو شو مسوي بيه، الحمد لله. دايسته جعصته الفرخ مبين، شوفوا حتى راسه ما اعرف هسه شفته، يعني لو بداية فقسه كان الحق عليه حوله. هاي الطيرة كان من البداية محاوله مجعوص مبين، يعني دايسته كاتلته، شوفوا يعني اول ما نفقس قاتلته ولا زاقه ولا شي. الظاهر لين اول مرة يعني اول تفقيسة لها ما تعرف. خل اشوف يعني اذا فقس انا احاول نجاوب غير طيرة. المشكلة يعني هاي الطيرة اللي هنا قاعد هسه حاليا ما شاء الله 5 افراخ وبيضة، والطيرة الثانية يعني هم بيض جواها انا زرقت افراغ جوا انتبهت من الزق، مو مال هسه قبل اخليه الزق، بس ما اعرف شو اسوي والله. نسيت قلت لكم الفرخ مالتها مجعوس وقت عندها بيضتين، فشفت بيض مفقسه حولتها ويذني، حولتها ويذني، بس الفرخ تعبانه ما زاقتها ما تعرف الزق، حتى ناقرتها من المنقار. شوفوا شلون ناقرته، هاي الحمار الجو طالع دم شوي، ما زاقته. هسه خليتها انا بلكت هاي الزقة، بس خطية وضعيتها كلش تعبانة. راح اخليه هنا بلكت هاي الزقة المايه. سنة جواها هي 5 وهذا واحد 6، وهاي البيضة بعد ما انفقسه. وهذا هولندي لان عيون حمر مبين باعو، طلع هولندي. بعد ما اعرف الزقة لا، بس هو كلش صغير، ما نقول خاف هم يموت. هي بقت هاي عندها بيضة وحدة، ما تعرف الزق، لان شلون نقول اول مرة تفقس كم بيض فاسد، بعد ما اعرف شلون يصير. الله كاتب لي عيش يعيش. انا اذني ال5 بهن واحد همين هولندي، ابن هاي الخضرة، ابن هاي، وابوهن هذا ابونا القديم نفسه. فإنه 5 وهاي إنه 6 بيضات، وهاي السادسة بيها فرخ، بس ما فاحصة والله. هاي هنا ماكو شي. بدي هاي الطيرة بيضت بيضتين إذا ما كبيرة، بس شوفوا عنها اليوم ما أعرف شفته هيك مثل المرمد أو منفوخ. هسه بيضة بيضتين هنا، شوف هاي بيضتين. وعندي هاي الهولندية هم رجعت بيضت، بس هاي ابد ما اتفائل بيها من تبيض، لان كل ما تبيض بيض ما شاد. عسى على المرة شادات. هسه بيضت اول بيضة اليوم، ما ادري البارحة بيضت اول بيضة، وهاي 2 بيضة. انا ماكو شي بعد بالبيوت، بس هاي بقت لها بيضة واحدة دا فقستها محاولة جوا هاي. انا البيض قلت احاوله جوا هاي، بس هاي بيضة يعني ما يرهمن، وبيضها جديد. لان هاي حتى لو اذا هذا الفرخ صار يصير 7 افراخ ويا هذا اذا صار يعني 8 هواي عليهن، خطية ما يلحقن. هو بس الام جاي الزق، يعني الفرح يزق نثيه والنثيه الزقن، او النثيه تاكل الزقن. فما اعرف هاي المشكلة، يعني ما تعرف الزق، يعني تاكل الفرخ تنقره. شفتوا انتو ذاك، هسه اشوف لكم اياه بالفيديو موجود.
يعني مدعوس. طبعا شوف هاي الافراخ صحتها زينة. هاي الهولندي الاصفر، هاي ما ديت الوجبة طلعت. وهذا الثاني، هذا الثاني، هاي الماي. وذاك الثالث، هذاك على البقالة. صحتهم زينة، بس ذاك الرابع مات يعني، وما أعرف السبب. بس هو لازم يعني اللي يربي يعرف لازم اكو خسائر. هي الحمد لله. واخر شي نختم وياكم ويا هذا ما شاء الله كبران. شوفوا كبر وريش، صحته زينة ما شاء الله. شوفوا بقى بس هذا. طبعا انا جاي اتاخر بتنزيل الفيديو لان تدرون ما عندي يعني طيور او حيوانات هواي، ما جايب. بس ان شاء الله بس تعدل اموري فترة واجيب. لهنا وينتهي الفيديو، انتظرونا فيديو جديد. مع السلامة.